السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هحكي لكم النهاردة حكاية كده حصلت معايا. حد اتصل بيا بالتليفون من 3 أيام، وزي ما بيجي لي تليفونات كتير كده من أصدقاء كتير كلهم عايزين يشتغلوا في مجال الاستزراع السمكي، أو إن هو يستثمر يعني في مجال تربية الأسماك أيا كان بقى الأنظمة. المهم، آه، هحكي لكم اللي حصل ده، ويا ريت كلكم كده تاخدوا بالكم من اللي انا بقوله، لان ده اولا مش هتلاقي حد يقوله لك، ثانيا هيحميك من حاجات كتير جدا 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 انت ممكن تقع فيها ودي عليك فلوسك. خد بالك بس من الكمان اللي بتحصل لك انت او غيرك يعني. بصي، المكالمة جات لي من صديق، يعني هو آه، يعني لا داعي لذكر اسامي. اول مكان المهم، يا باشمهندس ولي، ايوه يا فندم. والله انا عندي قطعة ارض حوالي 350 متر، عايز احط فيها اسماك، يعني استنفع بيها، وان انا استثمرها في مجال تربية الاسماك. طيب ماشي، اتفضل. قال لي طب دي تاخد ايه؟ قلت له انت عموما خلينا نحكي كده الاول ونشوف انت يعني مصدر ما عندك ايه؟ قال لي ميه جوفيه. طب تمام زي الفل. ملوحيتها؟ قال لي لا، ملوحيتها 400. طيب تمام زي الفل، مناسبه جدا. انت بتعمل ايه يعني؟ في عندك مصدر صرف للميه دي؟ قال لي لا، هربي فيها اسماك كده، وهرمي الميه دي في الجنب مني ترعه، هرمي فيها الترعه في الترعه ديت وايه يعني، ممكن ارمي فيها كل 3 ايام مره او كل 4 ايام مره كده وبتاع. طيب تمام. طب بص حضرتك، اللي انت بتحكي فيه ده كله مش هينفع غير ان احنا نحط فيه كميات بسيطه. على مستوى ان انت تستنفع بيها كاستثمار مش هتنفع، لان انت كبيرك هتحط مثلا، طالما انت كل 3 4 ايام هترمي ميه، فانت هتحط في المتر حوالي 4 سمكات 5 سمكات بالكتير. فانت بتحكي مثلا في 350، قول الصافي بتاعها في الميه يبقى 200 متر مربع، هتضربهم في الاربعه دول او الخمسه، هيبقى كبيرك قوي 10,000 سمكه يعني بلطي. طيب بوري يا فندم وطوبار وكده؟ قلت له لا مش هينفع طبعا، بوري وطوبار ما ينفعش في الكلام ده. قال لي ازاي؟ على فكرة في حد كلمني وهيشاركني كمان، فلو حضرتك تشاركني فيها يبقى يعني كتر الف خيرك يعني. قلت له طب تمام مفيش اي مشكلة. هو هيشاركك ازاي؟ قال لي هيحط 20,000 سمكة بلطي، وهيحط 20,000 بوري، وهيحط حوالي 10,000 طبر. طب تمام زي الفل في المكان دي؟ قال لي اه في المكان ده، والنص بالنص. قلت له تمام زي الفل. وايه تاني؟ قال لي طب. قلت له طب قول لي كده يعني، هو حسب لك ايه الاول عشان نحسبها مع بعض كده؟ قال لي حسب لي ان هو البولتي هيبقى في حدود حوالي 6000 الالف، يعني العشرين عاملين 12. قلت له طب تمام زي الفل. وايه تاني؟ قال لي كمان البوري قال لي ان الالف عاملين 6000، فيعني العشرين هيعملوا 120,000. قلت له تمام بس مفيش بوري ب 6000. بس ماشي اوكي مفيش مشكلة، كمل. قال لي وهيجيب. قلت له يعني الطبار حسب لك بكام؟ قال لي الطبار، قال لي انا هجيبه لك كده يعني وايه، ويعني مش هيبقى كتير يعني، في حدود مثلا 2000 ولا حاجه. قلت له طب تمام. ايه تاني؟ قال لي قلت له العلف. قال لي العلف هيجيب لي 5 طن. قلت له احسب لي كده. قال لي الطن عامل 7000 جنيه. هو قال لي هجيب لك انا ب 7000 جنيه 5 طن، هم هيكفيك الدار بحالها، وهم دول اللي احنا محتاجينهم. قلت له طب الاجمالي بتاع ده كله كام يعني؟ قال لي الاجمالي كله يعني حوالي تقريبا 200,000 جنيه بالنقل بكله. قلت له طب انت 100 وهو 100 صح؟ قال لي اه. قلت له طب تمام زي الفل، انا مستعد اشاركك بالكلام ده، بس خد بالك انا الوحيد هبقى كسبان. قال لي مفيش مشكله. قلت له بقول لك انا الوحيد اللي هبقى كسبان. قال لي وماله يا سيدي وماله، اكسب. قلت له يا حبيبي انت هتصرف فلوسك كلها كده؟ قال لي ازاي؟ قلت له تعالى كده نحسبها واحده واحده، عشان انت مش واخد بالك بس من الكمين اللي بيحصل. اول حاجه، مفيش حاجه اسمها بوري وطوبار ينفع عندك في المكان ده خالص، عشان بس تبقى فاهم القصه رايحه فين. لان لازم تبقى عارف ان البوري والطوبار دي اسماك بحريه، وما ينفعش انها تبقى محبوسه في اماكن ضيقه. لا لازم يكون المجال واسع، وتبقى فاهم ان كل فدان بنحط فيه 1000 او اقل شويه بسيطه، يعني من 800 ل 1000 بوري، وبنحط مثلا في حدود 2000 طوبار، او ممكن اكتر شويه من الطوبار. لكن ده في الفدان اللي هو 4000، مش تقول لي 350 متر منهم 200 متر مثلا مربع هم اللي نحط فيهم. دي نمره واحد. نمره اتنين، تعالى بقى في الحسابات اللي انت حسبتها دي كلها. هو انا دلوقتي لو افترضت ان انا هعمل ده، هو قال لك هيديك كام؟ قال لي هيديني مثلا حوالي 10 طن بوري وحوالي 5 طن بولت. قلت له طب قشطه قوي، يعني تقريبا كده. قال لي يعني هو مثلا قال لي ان الطن البوري عامل 120 ألف جنيه، فأنت كده بتتكلم في 1,200,000.
وبتتكلم في حوالي 5 طن بولتي بحوالي 400 ألف. احنا كده بنتكلم في 1,500,000 وشوية، وكل التكلفة أنا 100 ألف و100 ألف. قلت له على فكرة ال100 ألف اللي هياخدهم منك أنت هتدوهم مش كده؟ قال لي اه. قلت له ال100 ألف اللي هو هياخدهم منك دول هو أساسا كل اللي مكلفه في القصة دي ما يكملش 20 ألف جنيه، كسبان منك 80 ألف جنيه. والاسم ان انت شريكك، وانت طبعا حاطط رجل على رجل ومبسوط قوي وتمام، وهو اللي في بطنك مش انت اللي في بطنه، على اساس ان الزريعة كلها موجودة عندك وكده، وهيعدي عليك. قال لي طبعا، وقال لي هيعمل كل شوية هيجي يبص وبتاع لو في اي. قلت له اللي بيقولوه في القصة دي كلها هو يوم ما هيجيب لك شوية بولتي جايبهم من الترعة، وهيجيب لك شوية البول اللي بيحكي لك ده هيبقى طبارة اساسا، وطبارة هيبقى يعني مبيتها مثلا بتاع 3 4 شهور، وكبس عليها بالعلف عشان يبقى حجمها كبير شوية، فبالتالي تفتكرها انت دبوري، وانت طبعا مش عارف الفرق بين الاتنين. ومش هيجيب لك 20 ألف لو جاب لك 3 4000 طبارة ورماهم لك في قلب. انت هتعدهم؟ قال لي طبعا مش هعرف اعدهم. قلت له هو طبعا ارمي انا. قال لي انا هعد ازاي بالواحده؟ قلت له طيب هو هيرميهم لك، وانت طبعا خلاص تمام. دول كام؟ هيقول لك دول حوالي 20 ألف، وده 20 ألف، فانت كده تمام زي الفل، وخد قد العلف اهو وتمام مش كده؟ قال لي اه. قلت له طيب اوعى وده اللي بيقع فيكم معظم الناس كلها، خدوا بالكم بيقعوا في الفخ ده، ان هو يقول لك انت عندك قد ايه. طبعا بيجي عن الجروبات، يعني بيجيبك من الجروب وانت بتسأل مساحتك قد ايه، تقول له مثلا عندي 200 300 متر 400 متر، فيقول لك اه تمام زي الفل هجيب لك واشاركك وخد، وانا كمان اللي هبقى بمنطق يا عم، وانا هاخد منك المحصول. مش بقول لك كده؟ يقول لي اه فعلا. قلت له طب يبقى قابلني لو خد منك حاجه، لان اللي هيحصل هيجيب لك دول اللي هم حوالي 3 4000 طبار على انهم 20 ألف بولي، وهيجيب لك شويه زريعه من الترع اساسا مش متهرمنين ولا وحيد جنس، وهيبخوا عندك. وبرضه مش هيجيب لك ال20 ألف، لو جاب لك 5000 يبقى حلو قوي وهيرمهم لك. فطبعا انت راجل لسه جديد وما انتش عارف حاجه، وبعد شويه تقول لي السمك مات، يقول لك ربنا عوض عليا وعليك. طب نعمل ايه بقى؟ انا خلاص انا ربنا عوض عليا في الجزء بتاعي اللي انا مش عايز منك يا عم حاجه، خلاص يعني انا مسامحك. فتقول طب يقول لك هجيب لك تاني، ابعت لك تاني، والنص عندي والنص عندك، مش هتخلص، وانت كده ضيعت فلوسك كلها. فخدوا بالكم يا جماعه من اللي بيحصل ده. لازم اسالوا وافهموا وراجعوا اللي انا قلته ده كله بالظبط، علشان ما تقعوش. لان للاسف الشديد في ناس كتير موجوده على الفيسبوك بتنصب على الناس بالطريقه دي. واسالوا هتلاقوا في خط الصعيد وعلى خط الصحراوي بتاع اسكندريه، مصر اسكندريه الصحراوي، وفي حتت كتير جدا مضحوك عليهم ومنصوب عليهم بنفس الاسلوب ده. والسمك، وفي ناس اتخرب بيتها للعلم يعني. فيعني معلش قبل ما تخش ذاكر اللي انا قلته مره واثنين وثلاثه ده، واوعى تقع في الكمين ده تاني. انا قلت كده لوجه الله عشان تبقوا فاهمين. تحت امركم في اي استفسار. اي عندك استفسار اكتبه لي في الكومنتات على القناه بتاعتي الجديده. كان عندي قناه طبعا اللي هي كانت سمكه تيوب قبل كده، منهم لله بقى الجماعه اياهم دول قفلوها لي، علشان كانت عدت والله 60 ألف كمان مشترك. وكانت عدت فوق ال 12 13 مليون مشاهده. فيعني ربنا يعوض علينا ان شاء الله. كان معكم وجيه خوجة، تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.